تعالوا نعمل مع بعض النهارده فطار سريع وخفيف كده على الصيام. بجد البيكاتا من أحلى الأكلات اللي ممكن تعمليها جنب شوية رز أبيض، وبجد بتبقى النتيجة هايلة جدا وروعة. هنعمل النهارده بيكاتا بالفراخ بطريقة حلوة جدا، بطريقة مختلفة بطريقتي، وإن شاء الله في تركية حلوة مميزة هتغير طعمها تماما. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا ايه. أول حاجة جبتي معايا هنا ووك على النار او صينيه، مفيش مشكله خالص. نزلت فيها بمعلقه كده من الزبده، معلقه كبيره من الزبده، وعلى نار عاليه هبدا ادي الفراخ بتاعتي صدمه من الوش ده وصدمه من الوش ده. وطبعا ما ننزلش كميه الفراخ كلها عشان ما تنزلش ميتها. انا اديت هنا رشه فلفل اسود، مع كل جنب هقلبه هدي رشه بسيطه كده من الفلفل الاسود. انا عايزه بس تاخد صدمه ولون كده خفيف من الوش ده ومن الوش ده، بس كده، واروح مطلعاهم وهنزل ببقيه الكميه. برضو اديت رشه فلفل اسود بسيطه، بس كده. هبدا اطلع الكميه دي وهبدا انزل بكميه الفراخ التانية. ليه ما نزلتش بالفراخ كلها مع بعض؟ عشان الفراخ ما تبقاش على بعض، وساعتها الفراخ بتاعتي كلها هتنزل ميتها وهتجيب ميتها، ومش هتبقى ناشفه جدا من جوه، ومش هتبقى جوسي. لا، نزلي كميه كميه. طلعت الفراخ، خلصت الفراخ بتاعتي، نزلت بمعلقه تانية من الزبده صغيره كده في نفس الصينيه اللي بتعملي فيها او في نفس الطاسه. نزلت ببصلايه حلوه كده مفرومه في الكبه، وبعد كده شوحتها. نزلت باربع فصوص من الثوم المفروم، وبعد كده نزلت بعلبه مشروم. انا نزلت بمشروم معلب، بس يا سلام لو فريش بيبقى روعه جدا واحلى بكتير. بعد كده نزلت بمعلقه كبيره من الدقيق. احنا هنعملها بطريقه اقتصاديه من غير كريمه طهي ولا اي حاجه، باللبن عادي جدا. نزلت بمعلقه كبيره من الدقيق ونشوح كده شويه مع بعض. وبعد كده التركيه الحلوه قوي، معلقه كبيره من المستردة. لو عندك بجد ما تستغنيش عنها، ولكن لو مش عندك مفيش مشكله. نزلت بمعلقه مستردة، وكمان نزلت بكوبايه من الميه. بعد كوبايه من الميه، انا كل النار هنا النار وسط عادي جدا، نزلت بمكعبين من المرقه. انا عامله كيلو من صدور الدجاج، لو عامله نص كيلو يبقى انزلي مكعب واحد من المرقه، وكل المقادير اقسميها على اتنين. ونزلت برشه بسيطه من الفلفل الاسود، يبقى انا نزلت معايا مكعبين من المرقه وفلفل اسود وبس، وهي دي توابلنا، ما بتاخدش توابل تانية. بعد كده هنزل معايا بكوبايتين من الحليب. انا عايزه الصوص كتير شويه، فانا بحب الصوص بالمشروم كده، بيبقى روعه وطعمه فظيع مع الرز الابيض، بيبقى تحفه. بعد كده كمان نزلت بمعلقه كبيره من قشطه وش اللبن، دايما بحوشها عندي في الفريزر، لو عندك ما تستغنيش، هي دي بديله الكريمه اللباني. بعد كده اول ما الصوص معايا يبدا ياخد غلوتين كده مع بعض، هبدا انزل بقطع الفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ بتاعتي مش مستويه لسه، يا دوبك واخده صدمه بس وخلاص. بعد ما نزلت بيها، شفتوا بقى الصوص ده، صوص الديميجلاس اللي هو من كنور، اي صوص ديميجلاس عندك، دوبته في كوبايه ميه وهنزل بيه. خلي بالك الخطوه دي اختياريه، ولكن هو بيعزز الطعم جدا وبيعزز اللون. يعني اللون بتاعها بيبقى بني كده حلو، وبيبقى اللون الجميل ده زي ما انتم شايفين كده، ولكن بيدي طعم حلو جدا. انا ما نزلتش بملح خالص لان صوص اللحوم ده مملح يا جماعه. هبدا بقى هدي النار خالص، وطيت النار وغطيت عليها لحد ما الفراخ استوت تماما والصوص تقل معايا. شايفين الصوص بقى حلو ازاي؟ سمكه حلو جدا. بس كده. نغرف بقى طبقنا بولة الرز الابيض بتاعتنا الجميله، والبكاته كده في الجنب بالمشروم، والف هنا وشفا. بجد طريقه حلوه جدا. ما تنسونيش بقى بدعمكم والاشتراك والمتابعه للصفحه، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. وطبعا اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم دايما. كنتم معي ابتسام الجبالي، والسلام عليكم ورحمه الله.